مرقد أولاد الرضا في أبو صخير النجف الأشرف. هواي جماعة ما يندلوا، عمي هذا يبعد عن الطريق أبو صخير حوالي كيلو واحد، كأنما راح للشامية. هو بداية أبو صخير كيلو واحد عن أبو صخير، كأنما بطريق الشامية الشارع الرئيسي على اليمنى، هو كيلو واحد عن أبو صخير. وهذا المرقد الحقيقة هذا عمي، هذا المرقد هذا مو بإيراد مشهد اللي يشوفه، هذا بأبو صخير. وبهذا يعني أتكلم لكم مختصر مفيد بهذا الفيديو بكرامة الأولاد الرضا سلام الله عليه محمد تقي وعلي النقي، بشفاء خادم الحسين وأبو عقيل من مرض السرطان المميت بعد أن عجز عنه الأطباء. وشاهدون بهذا الفيديو هذه الدقائق الرائعة للمرقد. أنا نفسيتي انصبت مرض كأس، مرض سرطان، تضخم بالقلب نتيجة لسرطان الدم، عن طريق الدكتور مختبر الخفاجي، دكتور يوسف الخفاجي، بعد احسن من ما كان مثل هذا الطبيب. جيت من هناك صحت لاطفالي، قلت لهم ابويا انتم اليوم نخولي وحقهم وابوهم وجدهم. خلال 5 دقائق اشوف بروده طبت بجسمي. ثاني يوم رجعت يوسف الخفاجي سوالي تحليل، قال لا ابويا ما عندك اللي براك تطوح باب الباك، ما عندك تضخم. قلت له هذا شو يقول؟ قال هذا يقول تضخم وسرطان. قلت له هذا؟ قال وين رحت؟ قلت له الدكتور. قال دكتور يا دكتور. قلت له اولاد الامام الرضا، كان قاعد قام الدكتور. اجت مرة، والمرة مدرسة وعمرها يعني على وشك الانتهاء، بعد ما يصير عندها اطفال نهائيا. مدرسة بنتي ما يصير عندها اطفال، وزوجها يريد مرة ياخذ عليها، ليش؟ لان حقه يريد بذر، يريد هذا اطفال، يريد شيء. فقالت له بنتي قالت لها للمدرسة سد ابوي اذا عطى بيرغ وتربى منها اولاد الرضا، ابوي ما ادري اولاد الرضا يطونه. وانا وديت لهاي المرة بيرغ وتربى وسبحت بيه. خلال شهرين او اكثر من شهرين حبلت وجابت وليد واجت لهنا للمرقد. متم بالقلب من قلب ينصى يا بريت قلب بدون قلب سيدي يا ابا محمد. والله ينصى يا بريت خدك قدر خدك عليقي يتقل صدق يا ابويا مسموع ابويا صدق يا ابويا مسموع والكلد منك يا ابويا معلوم تقول له يا ابويا اقعد يا ابويا واحكي ما لحد يا ابويا ما لحد صديق يا هذا ما لحد يا ابويا هاي كل الفاقدة له ابو الفاقدة له عزيز يا فياي الابو ما مثله فياي
الوفاء بيعته. فاقدموا يا اهل خراسان لبيعة ولي العهد الجديد بيعته. فاقدموا يا اهل خراسان وقعت استشهاد الإمام الرضا عليه السلام مع وجبة غذاء تبركا. أن شهادة الإمام الرضا عليه السلام هي عزيزة على كل مسلم ومسلمة، وخاصة عند العراقيين. هذا المقام الموجود هم من نسل الإمام الرضا عليه السلام. وجدنا أنه في كل سنة من خلال تبرعات الخيرين بإقامة الواقعة مع وجبة غذاء تبركا. فاشل الحضر إلى مشهد إلى مشهد، تزوري الثامن الضامن، تشم شباكه والمرقد على مصايب. وبلغ خطباء المنابر وقادة الجيش وجميع الناس أن يأخذوا البيعة لعلي بن موسى رضا سمعا وطاعة أيها الهيئة.